قبل ما ابدا الانمي انا عاوزك تعرف اني جايب لك حاجه دمار النهارده يا صديقي. حرفيا قصه هتستمتع بيها جدا. انا عارف انك ممكن تكون سمعته من حد تاني، بس صدقني هتشوف معايا حاجه عظمه. فركز معايا في البدايه علشان هتستمتع جدا معايا. ويلا بينا نبدا. في احدى المدن كانت الوحوش اجتاحت العالم وبتقتل في اللي قابلها، ولكن كان في شخص واحد قادر يسد قدامهم كلهم بشجاعته، وهو هارو الاسطوره، اقوى مستدعي ارواح والبطل الاقوى في العالم. بينقذ الناس من الوحوش ديت، وبعدها بيلحق شويه كمان من الاطفال. بتعدي الايام عليه والمملكه والعالم كله بقى بيخاف من قوته، بيعملوا له 1000 حساب، وعلشان كده الملوك ما بيعجبهاش الوضع ده، فبيعملوا له مكيده علشان يقتلوه، وبيخلوا واحده من الطلاب بتوعه تغدر بيه. هارو في الوقت ده كان واقع على الارض وندمان علشان الناس اللي وثق فيها غدرت بيه. بيقول لو حصلت صدفه واتنقلت العالم تاني فمش هسيب حد يضحك عليا تاني. بيعمل تعويذه على امل انها تنقله العالم تاني، وفعلا التعويذه بتنجح، وهارو بيتولد في عالم جديد. عيلته غنيه جدا وعنده اخين هناك، جراي وسوفت. هتقول لي سوفت وير يا بيستا؟ هقول لك لا، سوفت اخو التاني يا صديقي، احنا هنهزر ولا ايه؟ المهم في الوقت ده كان هارو اتسمى سيكا، وابوه بيشوف الولد اللي اتولد ده عنده طاقه سحريه ولا لا، بيطلع ما عندوش، وجراي بيقعد يضحك عليه وبيقول ده عيل فاشل ملوش لازمه. وسيكا صحيح ما عندوش طاقه سحريه، بس طاقته الروحيه ما حدش هيقدر عليها، وطبعا ابوه الكل مش عارفين ده. بتعدي الايام والواد بيكبر وبقى عنده 3 سنين دلوقتي، واثناء بقى ما كانوا ماشيين في الجنينه بتاعتهم بيقطع شويه ورق كده وبيبدا يستخدم قوته عليه. الورق بيطير فعلا وبيتحول منه شويه لفران وشويه تانيين لغربان، وده علشان يشوف الدنيا ماشيه ازاي في العالم ده. بس فجاه وهو ماشي اخوه جري بيوقفه، بيروح علشان يتنمر عليه، بيضربه، وهوبا بيلاقي الغربان بتاكل في دماغه. اخو سوفت بيسمع صريخه بيجري بسرعه علشان يلحقه، وبيكون مستغرب جدا ازاي الغربان ما هجمتش على سيكا وهجمت على جري بس، اكيد في حاجه غلط. بعدها بقى بيعدي الوقت بسرعه، وسيكا بقى عنده 7 سنين. كان بيستغل السنين اللي فاتت في مذاكره السحر والبحث في العالم ده، وكان كمان عمال بيعمل حاجات كده اسمها الاياشي، ودي اللي هتخليه يقدر يستخدم قوته من العالم اللي فات. المهم في الوقت ده الباب بيخبط، وبتدخل عليه ايفا، بتقول له انا لقيت الجاكيت بتاعك ده في نص الغابه، خد اهوت. سيكا بياخده وبيعرف ان جري هو اللي رماه فيها. جري هو كمان بيكون معدي بالصدفه كده، بيشتم في البنت قدام سيكا. الواد بيحاول يدافع عنها، فجري ما بيسكتلوش، بيقول له انت واحد فاشل معدوم السحر، قاعد فاضي وكل شويه بتضيع هدومك في الغابه، انما انا شخص ناجح وعندي سحر عالي وهنضم لاكاديميه السحر قريب، فعلشان كده لازم تحترمني. سيكا بيسمع الاكاديميه وبيفرح جدا، وبيقرر بعدها انه هيدخل فيها. في الوقت ده بقى ابوهم بينده على جري علشان ياخده هو وسوفت يعلمهم الرمايه بالسحر. وهو ماشي كده سيكا بينده عليه وبيقول لابوه ينفع اجي اتفرج معاكم؟ ابوه بيستغرب كده ولكن في الاخر بيوافق. بيروح الاربعه على مكان التدريب، وبعدها بيطلع سوفت ويستخدم اول تعويذه ليه، واللي هي تعويذه رياح، بتكون قويه شويه وبيكسر بيها الهدف اللي قدامه. بعدها بقى بيجي الدور على جري، وبيطلع هو كمان علشان يستخدم تعويذته، بيعمل تعويذه نار عاديه وبيحرق بيها الهدف اللي قدامه. ابوه بعدها بيقول له عاش عليك، وبيكونوا خلصوا خلاص هيمشوا. بس جري بعدها بيستهزأ بسيكا كده وبيقول له طالما ما هو هنا ما تخليه يعمل اي حاجه كده، هو كده كده مش هيعرف يعمل، بس اهو نضحك عليه شويه. سيكا بيتعصب من كلامه، ما بيستناش ابوه يقول له حاجه وبياخد العصايه من ايده، بيستخدم طاقته الروحيه، بيطلع نار زرقاء محدش شافها قبل كده، بيدمر الهدف بيها، وحرفيا الكل بيتصدم، وحتى جري كمان كان هيموت من الصدمه يا صديقي. المهم سيكا بعدها بيقول لابوه انا حابب اتعلم السحر، عاوز ادخل مدرسه للسحر انا كمان. ابوه بيقول له ما ينفعش، مفيش حد ما عندوش طاقه سحريه نفع في مدرسه السحر قبل كده، انت لازم تشيل الموضوع ده من دماغك. فسيكا بعدها بيقول له تمام. بيعدي الوقت بسرعه، وسيكا بدا يتعلم ويراقب كل حاجه حواليه. ابوه بيشوفه وهو بيتعلم السحر وبيكون مستغرب جدا. المهم بقى في احدى الايام بالليل سيكا كان قاعد كده بيعمل اياشي علشان يجرب يستدعي بيها وحوش هو كان متعاقد معاها في حياته السابقه. بيجهز واحد من الاياشي فعلا وبيستدعي اضعف واحد في الوحوش ديت. التعويذه بتنجح وبتطلع البنت دي واسمها يوكي بالمناسبه، بتتعرف على سيدها في ثانيه وبتاخده بالحضن. سيكا بيقول لها انت صغيره كده ليه؟ هو في حاجه غلط ولا ايه؟ البنت بعدها بتقول له معرفش، فالواد بيقول يمكن ده تاثير العالم الجديد عليك ولا حاجه، بس ما علينا يعني، طالما نجحت اجيبك يبقى هعرف اجيب غيرك. بيكون لسه هيرجعها، فالبنت بتتحول لثعلب صغير كده وبتستخبى في شعره، بتقول له خليني معاك انا زهقت من العيشه جوه. فسيكا بيقول لها خلاص تمام. وتاني يوم بقى في الطرقه كان جري عمال بيهزق في ايفا علشان دلقت الميه على هدومه. سيكا بيسمعهم وبيشوف هو ناوي على ايه، بيلاقي جري بعدها بيعكسها وبيقول لها تعالي عندي الاوضه بالليل. فسيكا ما بيسكتلوش، بيبعدها عنه. جري بيتعصب بيضربه على اخره، بس سيكا بيصد هجومه بكل سهوله، فجري بيتحول
بيتحرج وبعدين بيمشي. بعدها بقى ايفا بتشكره علشان انقذها وبتقول انا عاوز اوري لك حاجه كده في الحديقه. بتاخده على هناك، بيلاقي وحش صغير ضعيف جدا خلاص شكله بيموت. ايفا عاوزه تنقذه بس مش قادره تعمل حاجه. وقتها بقى سيكا بيقول لها خلاص انا هتصرف، بس ضيري وشك بس كده علشان انا بتحرج اعمل اي حاجه قدام حد وما بعرفش اركز. فبتقول له تمام. بيطلع بعدها واحد من الاياشي بتوعه بيبدله بجسم الحيوان ده وبيشفيه من كل اصاباته. بينده عليها بعدها وبيقول لها خلصت. البنت حرفيا اتصدمت، بتقول له هو انت عندك سحر الشفاء كمان ولا ايه؟ سيكا بيقول لها حاجه زي كده، بس مش هتقولي لي بقى انت بتشوفي الارواح من امتى؟ ايفا اتلبخت كده وقالت له انت تعرف منين اني بشوفهم؟ سيكا قال لها انا شفتك كذا مره وانت بتتابعي الارواح بعينك، بس اعتقد انك بتشوفي اكتر من كده. هو انت ايه اللي بتشوفيه بالظبط؟ البنت عرفت انه خلاص قفشها ولازم تعرفه بكل حاجه. بتقول له بعدها انا بقدر اشوف الارواح وخاصه الجنيات، وهم كمان اللي كانوا عرفوني بمكان الجاكيت بتاعك في الغابه قبل كده. سيكا بيتصدم، بيقول لها والارواح ديت بتسمع كلامك يعني؟ البنت قالت له هم ما سمعوش كلامي غير مره واحده لما كنت بغسل الهدوم قبل كده. سيكا عجبه الكلام، قال انا كنت طول عمري عاوز حد يكون بيتحكم في الارواح قريب مني، بس ما تخيلتش الاقيها بالسرعه ديت. البنت دي لازم تفضل معايا. بيقول لها بعدها بص كده يا ايفا، انا هطلع نار وانت حاولي تخفيها بارواحك. فالبنت ما كانتش فاهمه كده ولكن قالت له تمام. سيكا بيستخدم قوته فعلا وبيطلع لها نار. بيقول لها اطفيها بقى. ايفا بتحاول تطفيها، بتقول لها اطفي بعد اذنك يا نار يا حلوه. النار ما بتطفيش. ايفا بتقول لها اطفي تاني، النار برضو ما تطفيش. البنت بتزعق فهوبا النار بتطفى. الواد بيفرح جدا وبيعرف انها عندها الموهبه اللي هو عاوزها. بيقضي باقي الوقت معاها بقى يعلمها في القوه بتاعتها، والبنت بدات تتعلق فيه جدا. بيعدي الوقت بسرعه. سيكا كبر وبقى عنده 13 سنه. محدش بيحتفل بعيد ميلاده كالعاده يعني علشان هو مش ابن شرعي والكل بيتجنبه. كان ماشي في القصر مره كده وراجع على اوضته علشان يتعلم شويه حاجات. بيقابله اخواته الاتنين وهو ماشي كده. جيري بيرخم عليه كالعاده، ولكن مره واحده اتنين من الخدم بيدخلوا عليهم مرعوبين. بيقولوا لهم في وحش عملاق هجم على المدينه من شويه، ابوكم كان هناك وضربه بسحر النار وبعدوا عنهم، بس للاسف الوحش ده متجه الى مكان القصر ولازم نهرب من هنا. العيال اترعبت ولكن فجاه الوحش وصل. جيري اول لما بيسمع صوت الوحش بيخاف وبيطلع يجري يستخبى. سوفت هو كمان كان قلقان وامر الكل بالاختباء ومحدش يطلع يواجهه. بيبص كده على سيكا جنبه ما بيلاقيهوش، بيلاقيه بيجري ناحيه بره علشان يقتل الوحش ده. الواد بيترعب جدا وما بيكونش عارف يعمل ايه. وبره بقى كانت ايفا واحده تانية من الخدم محاصرين من الوحش ده. سيكا بيشوفهم وبيكون رايح علشان ينقذهم، ولكن ايفا بتستخدم سحر النار على الوحش وبتبعده عنهم. بتاخد بعدها الخدامه التانية وبتروح بعيد عن الوحش. سيكا كان بيتفرج عليها وبيعجبه شجاعتها. بيندع على الوحش بعدها وبيقول له تعالى هنا يا عجل انت. بيجرجره لحد نص القصر والكل بيتفرج عليه. الوحش بيهجم على الواد والكل خلاص فكره انتهى. سوفت عمال بيصوت، متخيل بقى ان سيكا هينتهي ويحصل له حاجه يا صديقي؟ لا والله، الواد بيستخدم تعويذه ناريه قويه ممزوجه بالسم وبيخلص على الوحش ده. الوحش بيقع على الارض مهزوم والكل كان بيتفرج وشاف المشهد مستغربين ازاي قدر يهزم الوحش بضربه واحده. محدش مصدق عينه. ايفا هي كمان استغربت جدا وفرحت من اللي عمله. وبعدها الكل هتف باسم سيكا وكانوا فرحانين منه جدا. ومن هنا هتبدا متعه الانمي. في الوقت ده ابو سيكا كان وصل على البيت وشاف ابنه وهو هازم الوحش العملاق لوحده. اخده جوه، عمل وليمه احتفال بالانجاز بتاعه. قال لي سيكا انت عملت انجاز محدش في سنك قدر يعمله قبلك ولازم تاخد مكافاه على كده. قول لي اللي انت عاوزه. سيكا بيشكر ابوه على كلامه وبيقول له طالما هتديني مكافاه فانا عندي طلب بسيط. بص يا بابا، انا خدمت عيلتنا هنا بصفتي ساحر وقدرت احمي القصر والناس اللي فيه، بس مهما كنت جامد والناس ما عرفتش بقوتك فانت كده مالكش لازمه. انا عاوزك تسمح لي ان اروح واقدم على المدرسه السحريه علشان اقدر افيد ناس اكتر واخدم الجمهوريه كلها. ابوه بعدها بيتاثر من كلامه، بيقول له تمام موافق. سيكا بيقول له انا عندي كمان طلب. الاب بيقول له ايه تاني؟ قال له انا عاوزك تسمح لايفا انها تيجي معايا المدرسه بصفتها المرافقه بتاعتي. ابوه بيقول له بس هي ما عندهاش سحر يا ابني ومش هيرضوا يقبلوا بيها. سيكا قال له لا مفيش الكلام ده، حتى تعالي كده يا ايفا. بياخدها بره على البلكونه، بيقول لها لو انت عاوزه تيجي معايا يبقى لازم توري لهم سحر ناري اسطوري والا همشي وهسيبك. البنت بعد ما عرفت انه ممكن يتخلى عنها اترعبت، بتجمع قوتها كلها وبوم بتعمل سحر ناري بيصدم الكل وبيبهرهم. سيكا بعدها بيبص لابوه كده وبيقول له ها قلت ايه؟ الاب قال له خلاص تمام موافق. بس مره واحده جراي بيقوم وبيزعق، بيقول لابوه انت ازاي بتوافق تخلي الواد ده وعبدته ينضموا للمدرسه؟ انت ما تعرفش ان عيلتنا ما بتدخلش غير ولد واحد بس ولا ايه؟ انا مش هسيبه ينضم على الاكاديميه معايا. ابوه قال له مين قال لك انك هتروح على هناك؟ انت هتدخل الجيش ومش هتبقى ساحر. انا كنت مراقبكم كلكم طول السنين اللي فاتت، وعلى عكس سيكا انت كنت ماشي تتباهى بسيفك وما جربتش تتعلم السحر ولا اي حاجه. جراي بيتعصب وبيزعق على اخره، بيقول لسيكا انا مش هسيبك تاخد كل حاجه مني، انا بتحداك ولو فزت عليا هسكت ومش هتكلم تاني. بس
بس لو انا فزت عليك فانت هتاخد البنت دي معاك ومش هتدخل البيت ده تاني. سيكا بيوافق والاب بيقول لهم موعدكم بكره هتتبرزوا قدام عينيا والفايز هيمشي كلامه على الخسران. فالعيال بتقول له تمام. بعدها كل واحد فيهم بيروح على اوضته، وسيكا كان بيجهز شويه قش كده لبكره. بيدخل عليه سوفت وهو قاعد وبيقول له انا عارف اني اتاخرت عليك بس عيد مبارك عليك يا سيكا، جبت لك هديه كمان يا رب تقبلها. سيكا بعدها بيفرح جدا علشان دي اول مره حد من عيلته يديله حاجه. سوفت بعدها بيقول له انا كنت دايما ما بقربش منك علشان مش عارف اقول لك ايه، بس لما لقيتك خلاص ممكن تروح على اكاديميه جيت وعطيت لك القلم ده علشان هتحتاجه هناك. سيكا بعدها بيتاثر جدا وبيشكره، بيقول له لا ولا يهمك. سوفت بعدها بيقول له حاجه تانية، بيقول له لو سمحت بتساهل مع جري شويه، هو عصبي بس صدقني هو طيب من جوه. فسيكا بيقول له تمام. وبعدها سوفت بيمشي. سيكا بعدها بيقعد في اوضته كده بيجهز لبكره، ولكن مره واحده بيلاقي الشباك بيتفتح، جري واقف تحته وبيقول له لو انت راجل تعالى واجهني دلوقتي. سيكا بينزل له وبيقول له انت مش قادر تستنى لبكره ولا ايه؟ جري قال له بالظبط كده، وانا هكسرك هنا ودلوقتي، وابوك بكره يعرف انك انسحبت علشان خايف مني. بيجمع قوته، بوم بيضربه بتعويذه ناريه كبيره جدا، فرحان باللي عمله وبيقول له اتحرق بناري بقى. وهوبا مره واحده بيلاقي سيكا واقف ما حصلوش اي حاجه. بيقول له طب كنت زودها طاقه شويه دي ضعيفه قوي. جري بيترعب، بيجمع سحر الرياح تاني، بدا في الهجوم عليه بكل شراسه. سيكا عمل درع حوالين نفسه وقال له لما تخلص يبقى قول لي. جري عمال يحاول بس اخرك فاضي يالا. سيكا بعدها قال له تعالى بقى اوريك الهجوم الحقيقي. بيستخدم واحد من القاشي بتوعه على جسمه، بيستحوذ عليه، بيلو دراعه. الواد بيصوت. سيكا بيقول له ما تقلقش مش هكسره. لسه هيزود ضرب عليه شويه، جري ما بيستحملش وبيغمى عليه من الوجع. يوكي بعدها بتطلع وبتقول له هو انت هتسيبه بعد ما شاف قوتك كده وما تقتلوش؟ سيكا قال لها ايوه انا وعدت سوفت بكده. وبعدها بياخد الواد وبيرجعوا جوه. ولكن انت متخيل ان كل اللي حصل ده كان صدفه يا صديقي؟ لا والله. فسيكا اصلا كان في الغابه في يوم كده بعد ما بحث عن كل الوحوش القريبه منهم، وعرف ان الوحش الاحمر ده في مكان قريب من هنا. فتح بوابه كده لاحدى الوحوش بتاعته، كلمه قال له انا عاوزك تروح على الجبل ده وترعب الوحش اللي هناك. والوحش ده سيكا كان عارف ان ابوه هيبعده عن المدينه وهيتجه ليهم، والواد طبعا هيخلص عليه قدام الكل وهيستغل الفرصه ديت علشان يلتحق بالمدرسه السحريه. ده بعد ما ابوه قال له لا جامد يالا. المهم بعد 6 شهور بقى بيحين موعد الالتحاق بالمدرسه فعلا. بيودعهم اخوه الكبير وبعدها بينطلق في العربيه ديت. ولسوء حظه هو لسه عنده دوخه اول لما بيركب العربيات وبيحس انه مش تمام يعني. ما علينا. المهم بقى في الاوقات ديت كان ابوه بيراقب الوقت وبيعرف ان سيكا خلاص قرب يوصل على العاصمه. بيفتكر ذكرياته قبل 12 سنه لما في واحده جابت له الواد ده وقالت له ان ده ابن اخوك. لسه ما لحقش يستفسر منها على حاجه فالبنت سابت الواد ومشت. وهنا الاب بيستنتج ان سيكا هيورث من اخوه قوته ويمكن يكون اقوى كمان، فعلشان كده وافق انه يروح على اكاديميه السحر على امل انه يحب المكان هناك ويكون بطل قومي. وبالفعل في الوقت ده كان سيكا وايفا وصلوا على البيت اخيرا، والواضح انه تعبان جدا. بيقول لي ايفا ترتاح علشان هيقدموا على المدرسه بكره. بترتاح فعلا. وتاني يوم بيجهزوا علشان يروحوا على المدرسه. بيوصلوا على مكان التقديم وهناك بيقابلوا بنت كده شعرها احمر واسمها ميرا، وسيكا بيشبه عليها وبيحس ان فيها شبه من تلميذه ليه في العالم اللي فات. المهم ما علينا يعني. بعدها بقى بتبدا امتحانات قبولهم في مدرسه السحر ديت. بيعملوا لهم امتحان كتابي وثم اخيرا اختبار القوه السحريه. بيجيبوا لهم كام هدف كده محمي بطبقه خارجيه لعنصر معين والمفروض العيال تجرب عليه يعني. بيطلع كل الاطفال وبيبداوا يستعرضوا مهاراتهم، وكان كل الطلاب عندهم عنصر واحد بس لحد لما اخيرا بيجي دور ايفا. بتروح على لوح عنصر النار كده وبوم بتولع فيه بسحرها الاسطوري، وكل الطلاب طبعا بيندهشوا منها. بتطلب من الممتحن تعدي على الهدف اللي بعده وبتصدم الكل بسحر الرياح بتاعها. ده حتى الهدف اتدمر. سيكا في الوقت ده ما كانش عارف انها بتستخدم سحر الرياح اصلا، وكان فرحان منها جدا علشان اخيرا شغلت دماغها. بيجي اخيرا دوره وبيطلع قدام حجر النار كده وبيكسره. بيعدي على اللي بعده بيكسره، بيعدي على اللي بعده بيكسره، وبيعدي على لا خلاص 3 كفايه يا صديقي، هي روايه ولا ايه؟ الكل وقتها بيتصدم من قوته وبيعرفوا انه مش شخص عادي. ايفا هي كمان كانت فرحت له جدا والاتنين بقوا في قمه السعاده. بعدها بفتره بقى نتيجه الاختبار بتظهر وسيكا وايفا بينجحوا في الاختبار، بس البنت كانت اعلى منه. يا بختك الميل يا سيكا. ولكن المفاجاه الكبيره اللي طلع الاول عليهم كانت ميرا، ودي البنت اللي قابلوها في الاول. المهم بيتعمل لهم احتفال بنجاحهم في المدرسه وكل الطلاب بتروح عليه. ولكن وهم ماشيين كده سيكا بيحس بحاجه غريبه في الغابه. بيروح عليها بيشوف دايره سحر عملاقه، بيحس بحاجه هناك وبيطلع شويه من القاشي بتوعه يراقبوا الحته ديت. بعدها بقى بيوصلوا على القاعه وبيطلع الاكل بسرعه وبياكل. بيقول لي ايفا الحقي كلي انت كمان قبل ما العركه تبدا. البنت مش فاهمه حاجه وبتقول له تقصد ايه؟ ميرا في الوقت ده بتطلع علشان تشجع باقي الطلاب، وده لانها الاولى عليهم. بتتكلم وبتحاول تنصحهم بكل شجاعه، ولكن فجاه
الباب بيتكسر، بيظهر وحوش شيطانيه في المكان ده. العيال بتترعب وبتجري، شويه بيحاولوا يضربوا الوحوش ديت ولكن ما بيعرفوش. ميرا ما بتسكتش ليهم، بتطير عليهم علشان تقتلهم. وقتها سيكا بيلاحظ ان في وحش عند الدايره السحريه، بيقرر يروح وراه ويقتله. ايفا بتقول له انت هتروح فين؟ قال لها هروح في حته كده ثواني وهرجع لك، خليكي هنا جنب ميرا، ولو حسيت ان الموضوع مش امان اهربي. وبعدها بيسيبها ويمشي. بيوصل على مكان الشيطان وعمال يغني له، بيقول له ما هو انت يا اما بختك مايل او بختك مايل، مفيش حل تاني، انت عارف اني مش هرحمك صح؟ الشيطان بيرد عليه وبيقول له انت جاي لوحدك؟ ما هو اكيد انت اهبل علشان مفكر انك هتعرف تهزمني. سيكا بيقول له هتشوف دلوقتي مين فينا اللي اهبل. الشيطان بيطلع شويه من الحديد وبيحدفهم عليه، الواد بيصد الهجوم بسهوله. الشيطان بدا يزود في هجومه اكتر، بيطلع 3 من اتباعه بيهجموا على سيكا بكل قوتهم. الواد بيخلص على 2 منهم، بياخد التالت ده، بيقول ده ذكرى بقى خليه معايا. الشيطان بعدها بيتعصب منه، بيقول له انا لازم اواجهك بكل قوتي بقى. سيكا بيقول له تمام، وبيحاول يهجم على الشيطان بكل قوته ولكن ما بيقدرش يعمل حاجه. الشيطان بعدها بيحتفه بسيف من بتوعه كده وبينجح يعوره في وشه. سيكا لسه ما لحقش يتفادى الهجوم وبيلاقي الشيطان وراه، ضربه قطع دراعه. الواد بيجيب دم من كل ناحيه. بيقول للشيطان قول لي انت بتعمل كده ليه؟ وايه اللي انت عاوزه بهجومك على المدرسه؟ الشيطان قال له كدليل على شجاعتك هقول لك على كل حاجه، احنا جايين هنا باوامر قتل البطله، بنت بشعر احمر قصير وعندها قدرات مش عاديه، ويقصد ميرا بالكلام. سيكا بيقول له وانت ايه اللي عرفك انها البطله؟ الشيطان قال له دي اوامر من قائدي الاعلى ولازم تتنفذ وقتي. سيكا بيقول له تمام، وبيهجم الاثنين على بعض بالهجوم الاخير بتاعهم، والشيطان بينجح يخلص عليه. بيكون لسه ماشي رايح ورا ميرا علشان يقتلها، وبوم بيلاقي سيكا وراه، بيقول له على فين يا باشا؟ ده احنا لسه بنسخن. الشيطان بيستغرب من اللي حصل، بيحدفه بسكينه تانيه وبيقتله تاني، ولكن سيكا بيرجع له تاني، بيقول له مجهودك كله على الفاضي، انا هقول لك انا بعمل ايه، انا بنقل اي ضرر بيحصل لي لواحد من الاياشي بتوعي، وما تقلقش هخلص عليك دلوقتي. الشيطان بعدها بيتعصب وبيقول بشري ما يعرفش قيمته، لازم تموت دلوقتي. بيقرر استعمال كل قوته، بيهجم على الواد بكل شراسه. سيكا بيفادي هجومه وبيضربه بتعويذه بتغرقه. الشيطان بيستخدم الانتقال الاني وبيظهر وراه، ولكن سيكا كان عارف وبيستدعي وحش بيكهربه. الشيطان ما بيستسلمش برضه، بيروح ورا سيكا وبيرشق ايده في بطنه. تخيل بقى انه هيموت يا صديقي. لا والله. الواد بيثبته وبيقول له مجهودك ده على الفاضي. الشيطان بعدها حس انه اتحاصر وبيقول لو كانت كده فانا لازم اخلص عليك لحد لما الورق بتاعك ده يخلص. سيكا بيقول له تقصد ده؟ للاسف مش هيخلص، بس احنا لعبنا بما فيه الكفايه، لازم تموت دلوقتي. بستخدم واحد من العاشي بتوعه، بستدعي تنين عملاق. الشيطان اول لما بيشوفه بيترعب، بيحس ان دي نهايته. التنين بيهجم عليه وبوم اكله. الشيطان حاول يعافر على اخره، بس اخرك فاضي اصلا، دي كانت نهايتك. الشيطان بعدها بيموت وسيكا بيقرر يرجع على الاكاديميه. بيرجع فعلا، بيلاقي ميرا خلصت على كل الوحوش اللي هناك، وايفا هي كمان كانت بخير، والطلاب كلهم برضو بخير. ولكن في حاجه غريبه، سيكا بيلاحظ ان الناس بدات تخاف من ميرا علشان قتلت كل الوحوش ديت لوحدها، ونظراتهم كمان ناحيتها اختلفت. فبيقرر بعدها انه يساعدها، وبيحس انها الشخص اللي هيستخبى في ظله. بعدها بفتره موعد المدرسه بيبدا، وسيكا وايفا بيكونوا رايحين على فصلهم. بيشوف ميرا تاني يوم وبيحاول يتكلم معاها، بس البنت ما عطتلوش وشه وسابته ومشت. بعدها بشويه واثناء ما كان سيكا وايفا ماشيين، بيلاقوا بتاعه كده بتقع عليهم، ولكن الواد بيتفاداها. المدرس اللي كان بيطلع البتاعه ديت بيعتذر منهم على كده، وبيقول لهم وقعت مني بالغلط. سيكا بيبص له كده وبيحس ان الراجل ده وراه حاجه، وبعدين بيكملوا طريقهم. المهم بعدها وهم في الفصل، المدرسه بتقول لهم في مهمه معموله لاعلى 2 جابوا درجات قبول، وهي استكشاف الغابه واحضار بعض الاشياء منها. وطبعا بتختار ميرا وايفا علشان هما الاثنين جابوا اعلى الدرجات. سيكا بعدها بيسال المدرسه وبيقول لها لو ايفا ما وافقتش تروح ايه اللي هيحصل؟ قالت له فانت اللي هتروح بدلها. الواد قال لها خلاص تمام، وخلى ايفا ترفض تروح على الغابه وهو يروح بدلها. وطبعا هو بيعمل كده علشان يقرب من ميرا اكتر ويظبط علاقته معاها. المدرسه وقتها قالت له السلوك بتاعك ده مش هينفع يا استاذ سيكا. الواد رد عليها بسرعه جدا، قال لها بصي كده، دي مهمه استكشافيه خطيره وانا ما اقدرش اسمح لايفا انها تروح لوحدها. فالمدرسه بعدها بتوافق، وخلاص كده هيروح هو وميرا على الغابه. بعد الحصه بقى ايفا بتسال سيكا عن سبب عملته ديت، بتقول له هو انت معقوله تكون بتحب ميرا؟ هي برضو جميله ورفيعه وشعرها ناعم. سيكا قال لها لا مفيش الكلام ده، ولكن انا متاكد انها في يوم من الايام هتكون الاقوى، وانا هروح معاها بس علشان اساعدها واكتشف برضو شخصيتها. البنت وقتها بتفرح جدا وبتقول له طب خد بالك من نفسك. فبيقول لها تمام، والبنت كانت في قمه السعاده. وتاني يوم بقى بيجهز الاثنين وبينطلقوا الى الغابه من اجل استكشافها. كانوا قاعدين يتكلموا في شويه حاجات كده ملهاش لازمه، لحد لما بيلاقوا شجره كده. الشجره ديت معموله عليها دايره سحريه، اول لما بيقربوا منها الدايره بتتفعل وبينتقلوا جوه مغاره كبيره. شويه سحالي
بتهجم عليهم بسرعه، ولكن ميرا بتكسر دماغهم، بتحرق الباقي. غول عملاق بيهجم عليها من ظهرها وكان خلاص هيقتلها، بس سيكا بيلحقها منه. وشكل البنت متعوده على القتالات ديت ولا ايه؟ بيكملوا ماشي جوه النفق ده علشان يشوفوا اي حاجه او يعرفوا مكان الخروج. سيكا بعدها بيعمل نور قدامه بالاياشي بتاعه علشان يشوف هيمشوا ازاي. بيوزع شويه من الاياشي برضه على المغاره ديت علشان لو اي حد من الاياشي اللي بره قرب منهم يخرجوا بسرعه. بيفضلوا ماشيين لفتره لحد لما بيحسوا بوحوش كتيره داخله عليهم. ميرا بتهجم على 3 منهم بسرعه وبتكسرهم في ثانيه، بس واحد من الوحوش ديت بيكون لسه عايش، بيديلها بوكس بيريحها. بيروح بعدها علشان يقتلها، ولكن سيكا بيضربه هو واخواته. وحوش كتيره بتهجم من كل مكان والواد مش عارف يستخدم قوته قدامها. بيستغل انها اغمى عليها من هنا وبيستخدم احدى الاياشي الاقوياء بتوعه من هنا. بيطلع دوده كبيره جدا بتكسر كل الوحوش ديت في ثواني، وده لانها تحت الارض بتكمن قوتها. وبعد شويه بقى البنت بتفوق، بتلاقي جسمها كله اتعالج والوحوش كمان اتهزمت. بتستغرب من قوه سيكا وبتساله عليها. الواد ما بيرضاش يقول لها على حاجه وبيتوه في الكلام. ميرا بعدها دماغها بتوجعها كده وبيجي لها صداع مزمن. سيكا بيستغرب ازاي الصداع ده بيجي لها وهو لسه اصلا معالج جسمها كله. بيشك ان في لعن عليها وبيفعل حاجز كده لمنع اللعنات، وفعلا الصداع راح من عليها والبنت بقت تمام. بياخد منها شعره كده وبيربطها في احدى الاياشي بتوعه وبيقول لها ما تقلقيش كده اللعنه مش هتجيلك تاني. البنت بتستغرب من قوته وبتساله عن سرها. سيكا بيقول لها دي تدريبات خاصه في عيلتنا ومش هعرف اقول لك عليها. وهو طبعا ولا في تدريبات ولا نيله، بس هو ما بيثقش في حد في العالم ده لسه. بيقول لها بعد كده احكي لي عن نفسك شويه. البنت بتحط وشها في الارض وبتبدا تحكي له. بتقول له من وانا صغيره كنت دايما بروح في مغامرات مع النقابه، كنت بحب القتل والقتالات جدا وما بحسش بفرح غير وانا بعملها. مره كنت في مغاره مع مجموعه من الصيادين والمجموعه ديت كانت قويه جدا، ولكن بسبب الوحوش مات نصها والنص التاني كان مجروح ومتعور. كل الناس كانت خايفه ومرعوبه، ولكن انا كنت في قمه السعاده. وقتها بقى ومن يومها الناس بتتجنبني، محدش بيقرب مني. انا عارفه ان كده مش طبيعيه، بس انا دلوقتي بحاول اتغير ويمكن في المدرسه دي اقدر اتغير فعلا. سيكا وقتها اتاثر بقصتها جدا علشان فيها شبه كتير منه قبل كده. قال لها ما تقلقيش من حاجه، انت طبيعيه وزي الفل كمان، بس انت اتولدتي مع ناس جبانه مش اكتر. المكان اللي المفروض تكوني فيه لسه ما تعرفيهوش، فشد حيلك بقى وما تقلقيش من حاجه، انا جنبك. البنت وقتها بتتاثر من كلامه وبتشكره عليه. بيقرروا بعدها يكملوا المغاره وبيبداوا قتل في كل اللي يقابلهم. بيخلصوا على كل الوحوش وبعدين بيوصلوا على زعيم الدور واللي لازم يقتلوه علشان يلاقوا مخرج او يعرفوا يطلعوا من هناك. ميرا في الاول كانت قلقانه جدا وقررت انها ما تقتلوش، بس الواد بيشجعها بيقول لها ادخلي بس وانا معاكي وما تقلقيش هنخلص عليه مع بعض. البنت بعدها بتفرح من كلامه، بتدخل على الوحش بكل شراسه. سيكا بيبدا الهجوم عليه بسرعه ولكن الوحش ما بيتاثرش، بيحدفه بسم من بقه. ضربات ميرا ما بتاثرش عليه هي كمان، وشكل الوحش ده قوي جدا. وقتها سيكا بقى بيطير في الجو كده، بيحدفه بعمود حديد في بقه وبيغرزه على الارض. ميرا هي كمان بتهجم عليه وبتحرقه من هناك. العمود ده بيتفجر وحرفيا الوحش خلاص بينتهي. البنت بتستغل الفرصه وهوبا طريق السلامه انت. الوحش بيموت والبنت بتجري على سيكا وبتحضنه، فرحانه جدا علشان هزمت وحش قوي كده ومش مصدقه اللي عملته، وشكلها مجنونه بالقتالات فعلا يا صديقي. المهم بعدها بقى بياخدوا السيف الهديه بتاع المغاره والخاتم ده كمان. بيلاقوا المخرج وبعدها بيخرجوا على الاكاديميه. بيرجعوا للمدرسه بيحكوا للمدرسه عن كل حاجه حصلت معاهم، وبعدها سيكا بيسيبهم وبيمشي. بيروح على مكان المدرس ده وبيقول له عامل ايه يا مستر؟ زمانك زعلان علشان ميرا ما اتقتلتش في المغاره ولسه عايشه صح؟ المدرس بيستغرب من كلامه، بيقول له تقصد ايه يا سيكا؟ الواد بيرد عليه وبيقول له انا كنت مستغرب ازاي دايره سحريه كبيره تتعمل في فناء المدرسه ومحدش ياخد باله. كان كل حوارك انك بتحاول تقتل ميرا باستخدام الوحوش او تخلي جسمها يبقى عليه دم بعد هزيمتهم ليها، وكده كده انت في كلتا الحالات كسبان. فبسبب دم الشياطين ده انت عملت عليها لعنه بتخليها يجي لها صداع بيفضل يزيد لحد لما يقتلها، صح ولا ايه؟ المدرس قال له ده انت جامد بقى وعرفت كل حاجه اهوت، بس مش كده البنت هتموت باللعنه ولا ايه؟ سيكا قال له للاسف لا، اللي انت لعنته هو الاياشي ده، وانا اصلا شلت اللعنه من على ميرا. وازيدك من الشعر بيت، ادي الشيطان اهوت اللي دمه هيلعني. بيقتل الشيطان ده وبيخلي جسمه يبقى عليه دم من بتاعه. بعدها بيبدا يرتل احدى تقنياته الاسطوريه، تقنيه الاسترداد. والتقنيه ديت بتخلي اي حد لعنه او اذاه ترتد عليه اللعنه بتاعته وبصوره مضاعفه وتقتله كمان. المدرس وقتها كان مرعوب جدا بالكلام اللي بيسمعه، خلاص هيعملها على نفسه. بيزعل اخره وبيقول له انت
مين؟ سيكا ما بيردش عليه. اللعنة بعدها بتصيبه، بيموت بشكل وقتي وشكل الوضع اخر جمدان. بعدها بقى واثناء ما كانوا ماشيين يوكي بتسأله هو عارف ازاي ان المدرس هو اللي عمل كده. سيكا قال لها في واحدة من الاياشي لاحظت رحيق لظهر على كتفه، والرحيق ده موجود عند مكان الدايرة السحرية، فعلشان كده عرفت. ده ايه الحلاوة ديت؟ بعدها سيكا بيروح على ايفا وبيعطيلها الخاتم اللي لقاه في المغارة. البنت بتفرح جدا بيه، كانت في قمة السعادة. بتعدي ميرا جنبهم كمان شوية كده والواد بينده لها، ما بتعبروش كالعادة، وبتروح تتكلم مع ايفا بداله، وشكلها محروقة شوية يا صديقي. المهم بعدها الامور بتمشي تمام، والشياطين ما عادش بتهجم على المملكة، والعيال بتنتقل لسنة تانية. واثناء الاحتفال ببداية العام الدراسي الجديد نائب مديرة المدرسة بيدخل على سيكا واصحابه وبيقول له المدير عاوزاك انت وايفا حالا دلوقتي. الواد بيقلق كده ولكن بيروح علشان يعرف هم عاوزينه ليه. بيوصل هناك فعلا وبيلاقي المديرة بتاعة المدرسة ست عجوزة جدا وقصيرة كمان. بيسألها على طول عن سبب طلبها ليهم وهم هنا ليه اصلا. المديرة بتقول له بص كده، انا عاوزاك تشارك في بطولة سحرية معمولة في احدى المدارس الخاصة. المدرسة بتاعتنا كسبت حق المشاركة باتنين من طلابها، وانا اخترتك واخترت معاك البنت دي واسمها ميبل بالمناسبة، ودي طالبة جديدة لسه منضمة هنا ولكن قوية جدا. سيكا بيقول لها طيب لو انا ما قبلتش اروح هتعملوا ايه؟ قالوا له يبقى ايفا هي اللي هتروح بدالك. الواد بيقول لها خلاص انا رايح، وبعدها بيسيبها ويمشي. بيحكوا كل اللي حصل لميرا، والبنت كانت متعصبة جدا، وده لانها ما اختارتهاش هي واختارت سيكا. قال ايه مفكرة نفسها اقوى منه. الواد بيقول لها انا استغربت برضه وسالتها انت عملت كده ليه، بس ما اخدتش منها رد مقنع وحاسس ان الحوار في إنا. بعدها بقى بيخلصوا اكله وبيطلعوا علشان يمشوا، وميرا وهي ماشيه كانت لسه متعصبه برضه وعماله بتقول انا عاوزه اشارك. بتسمعها ميبل من وراها وفجاه بتكلمها بتقول لها انت عارفه هما ما اختاروكيش ليه؟ ميرا قالت لها ليه؟ ميبل قالت لها علشان انت ضعيفه مش اكتر، لو انت بالقوه اللي بتتكلمي بيها ديت كانوا زمانهم اختاروكي، بس انت مجرد ضعيفه. ميرا بتتعصب من كلام البنت دي وبتقول لها تمام قوي كده. بتندى على اتنين بيتخانقوا بالسيوف بتاعتهم وبتاخدها، بتقول لها امسكي السيف يلا علشان اعرفك مين فينا الضعيفه. سيكا بيقف حكم ما بينهم وبيجهزهم للقتال. ميرا بتهجم بسرعه عليه على ميبل ومش مديلها فرصه، بس ميبل بتقوي سلاحها، بتضرب ميرا وما بترحمهاش. البنت مهارتها عاليه جدا وبتقدر تفوز على ميرا وبتخسرها. بترمي لها السيف بعدها وبتقول لها انت خسرتي برضه علشان ضعيفه، وبعدها بتكمل طريقها. ميرا وقتها كانت زعلانه جدا وما بترضاش تتكلم، وبتقرر تروح على العاصمه معاهم وتتفرج على المباريات علشان تعرف ايه اللي ناقصها. وبالفعل تاني يوم بيجهز الاربعه فعلا وبيركبوا العربيه سوا. بيوصلوا اخيرا على العاصمه وسيكا بيروح يبص على الجدول بتاع المباريات. بيكتشف ان اول مباراه هتكون بتاعته وميعادها هيكون بكره. بيعرف كمان انه لو فضل يفوز هو وميبل في كل الجولات بتاعتهم فهيتقابلوا في نص النهائي. ده اكيد في إن في الموضوع ده. بيقرر بعدها يوزع كام اياشي كده في المدينه علشان يشوف لو في اي حاجه مش تمام بتحصل. بيجهز نفسه تاني يوم وبينزل على المعركه بتاعته. بيدخل على الحلبه بكل شجاعه والمعلقه والكل بيهتفوا له. بعدها بيدخل الخصم بتاعه واحد من المرتزقه او قطاع الطرق وعنده حقد كبير ناحيه النبلاء. بيستهزأ بسيكا علشان لسه صغير وبيقول له ما تقلقش هخلص عليك بسرعه. سيكا قال له انا مش كويس النهارده وعاوز انام، فانجز بقى علشان هكسرك. الواد اتعصب جامد، هجم على سيكا بكل قوته، بس الواد بيبدل نفسه بواحد من العيش بتوعه بيظهر وراه، وفي اقل من ثانيه هوبا طريق السلام انت. المعركه الاولى بتخلص وسيكا بيفوز في القتال بتاعه، وكل الجمهور والناس اللي بتتفرج ما كانوش مصدقين اللي حصل. ده ايه العظمه ديت؟ بعدها سيكا بيخرج وبيقعد مع اصحابه علشان يتفرج على الماتش اللي بعده. وبالفعل القتال التاني بيبدا والمقاتل الاول بيدخل، ولد كده شعر ازرق وشكله ساحر ماء قوي جدا، بس في المقابل كان خصمه واحد من رابطه تجار العاصمه اسمه كايل ووشه مشؤوم جدا وتحس انه قاتل متسلسل كده. بيدخل الاتنين على الحلبه وبيستعدوا للقتال. الواد ابو شعر ازرق لسه هيرفع ايده ويضرب التاني لقى جسمه كله واقف. كايل هو كمان اتقدم على الواد بكل ثقه، قرب من جسمه خالص وهوبا قتله. ده ايه القسوه ديت؟ المعركه بتخلص وكايل بيفوز في النزال. سيكا بقى في الوقت ده كان واقف وبيتفرج بيحاول يعرف ايه اللي حصل. بيستنتج ان كايل هو كمان مستخدم ارواح زيه وعنده قدره عين الشر واللي بتثبت الخصم عن الحركه، وشكله هيتعبه جدا في القتال يا صديقي. المهم بقى لحد هنا بيخلص الجزء الاول بتاعنا. لو عاوز تعرف ايه مصير القتالات الجايه بين سيكا وميبل وايه اللي كايل هيعمله اكتب لي برضه في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، ويلا سلام سلام سلام.